طيب هل موضوع السبي البابلي والتهجير بتاع قبائل العربية في حملات البابلية هل هو السبب الوحيد لوجود قبائل أو جاليات عربية في وسط آسيا؟ لا. فاستقرت جالية عربية كبيرة في ما يطلق عليه مناطق دلوقتي نفوذ أو مناطق استقرار قبائل البشتون الأفغانية. البشتون قبل ما يبقى اسمهم بشتون وقبل ما كان الناس بتسميهم هياطلة كانوا بيسموا نفسهم إيه؟ أبو دال أو أبو دالو أو إبو دالو، بس ده تحريف لكلمة عباد الله. قبائل أفغانية وقاعدة مزنوقة بين هنود وصينيين وبوذيين وناس من فارس الزرادشتي اللي هم أتباع الديانة الزرادشتية. هم يعني مش عارفين ينتموا لأي ثقافة من الثقافات دي، والأب الأسطوري بتاعهم يبقى اسمه قيس بن عبد الرشيد. يعني احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الأصول العربية لقبائل البشتون الأفغانية، وموضوع ان يبقى في قبائل في أفغانستان في منطقة تقع في وسط آسيا، منطقة بعيدة جدا عن جزيرة العرب والشرق الأدنى القديم. فلما أنا أجي أطرح التصور ده وأقول إن هذه القبائل اللي اسمها البشتون اللي تقريبا كتير قوي ما يعرفوش إن في حاجة اسمها قبائل البشتون في أفغانستان، لما أنا أطرح التصور ده التصور التاريخي والقراءة التاريخية دي بقول إن القبائل دي ليها أصول عربية ويمنية في الأغلب. كتير جدا اندهشوا وكتير جدا رفضوا إنهم يصدقوا ده. أنا متوقعه ليه؟ لأن إحنا أولاد الرواية السائدة، زي ما تربينا في المدارس وزي ما تربينا في وسائل الإعلام اللي هي المين ستريم اللي هي السائدة، بتدينا الرؤية الرسمية للتاريخ اللي المفروض إحنا شربناه ورضعناه مع طفولتنا لحد ما وصلنا للمرحلة دي. أنا هدفي إن أنا أوضح إن قراءة التاريخ ممكن تعتمد على حاجتين: الرواية الشفهية والرواية الفلكلورية والتراث. ممكن يملى بعض الفجوات اللي موجود في الرواية السائدة أو يعدل الانحياز اللي موجود برضو في بعض الروايات السائدة، لأن عايزين برضو نبقى موضوعيين في إن الرواية السائدة الرواية الأكاديمية الرواية اللي هي المفروض الناس تحفظها لا تخلو من انحياز. انحياز إيه؟ انحياز من كتب التاريخ. يعني أنت مثلا لو شفتي في أحداث في القرن العشرين مثلا أحداث قريبة، لو تيجي تقري عن الناس اللي كتبوا عن الحرب العالمية الثانية، لو هتقري مؤرخ روسي غير اللي هتقري مثلا مؤرخ ألماني غير ما هتقري مثلا بروباجندا يهودية، فالثلاثة بينظروا لهذه الحرب من منظور مختلف. تعال بقى بعد مئات السنين يوصلك هذا المنظور، انت هتاخد بوجهة نظر مين؟ انت ما عشتش الفترة دي. فبالتالي بيبقى دي بقى بتحتاج إلى تحليل وموضوعية، وعايز أملى فجوات. فلازم أقرأ الروايات السائدة، ده لازم أقراها بس ما اكتفيش بيها، ولازم يبقى عندي قناعة إن في تحيز هنا في الرؤية، ولازم أرجع لكذا مصدر. وكمان لازم بجانب المصادر الرسمية لازم يبقى عندي مصدر غير رسمي، اللي هو المصدر اللي جاي من الناس عن طريق الفلكلور، عن طريق التراث، عن طريق الرواية الشفهية. طب الكلام ده المقدمة الطويلة دي، يعني أنا بس عايز أوضح إن رؤيتنا للجذور العربية للقبائل البشتونية في أفغانستان، لو إحنا هنحتكم للرواية السائدة اللي اتكتبت في المدارس مش هنلاقي أصول عربية. إنما لما تيجي تدوري على الرواية الشفهية والفلكلور والتراث والتحليل المنطقي للتاريخ وقراءة أخرى، هتلاقي إن في احتمالية كبيرة جدا لأن فعلا تكون دي جالية عربية قديمة تبطنت بعد تهجيرها تهجير جماعي من جزيرة العرب واليمن. طب إيه اللي ودى الناس دي هناك؟ باختصار طبعا يعني اليهود بيشيروا دايما لكلمة السبي البابلي، يقول لك السبي البابلي يعني إحنا الإمبراطور البابلي الملك البابلي مثلا نوبخ نصر، ملك اللي هو عمل لهم السبي البابلي ده اسمه نوبخ نصر. ده راجل خد بني إسرائيل ورماهم من منطقة فلسطين، طبعا هم ما كانوش فلسطين ولا حاجة، ورماهم ورا حدود الإمبراطورية البابلية في إيران وما بعدها. بس هنا في قصور في رؤية التاريخية السبي البابلي بيتمثل في نقطتين مهمين جدا. أولا إن السبي البابلي دوت ما كانش سبي بالمعنى الحرفي، كان تقليد عسكري بتتبعه الدولة أو الإمبراطورية الأشورية، وابتدى يسير أو يعني الإمبراطورية البابلية ابتدت تنهج نفس النهج وتاخد نفس التقليد في إيه بقى؟ في إن الشعوب أو القبائل اللي كانت بتغزوها أحيانا كانت بتهجرهم جماعيا، تاخدهم من جذورهم وترميهم وراء حدود الإمبراطورية. ده عمل نوبخ نصر،
نبوخذ نصر ما كانش في دماغه بني اسرائيل ويروح عشان يسبيهم لوحدهم، لا. الراجل كان اتجه الى جزيره العرب واليمن. ليه بقى اتجه هناك؟ ليه؟ راجل بيملك امبراطوريه كبيره جدا وقاعد في بابل، يعني بيبني حدائق بابل المعلقه. ايه اللي يوديه هناك؟ فولو ذا ماني، ابحث عن المال. الاقتصاد هو اللي بيحرك العالم. الراجل ده راح لان اقتصاد العالم كله في العالم القديم في هذه المنطقه كان ايه مصدر الربحيه هناك؟ مصدر الاقتصاد هناك طريق البخور القديم، طريق التجاره العالمي اسمه طريق البخور. انت ما تروحش تتسكع في شمال الجزيره العربيه ولا على شواطئ البحر المتوسط اللي هي تحت نطاق المدن الساحليه وفينيقيا وتبص عليها اليونانيين وتسيب طريق البخور. طريق البخور كان هو مصدر اقتصادي مهم جدا للممالك القديمه، فبالتالي هو راح هناك، ما راحش فلسطين. يعني نبوخذ نصر ما راحش يسبي ولا يأسر ولا يحتل ما يطلق عليه اليوم القدس فلسطين، لان القدس ما كانتش في فلسطين. اورشليم كان تعرف باورشليم. اورشليم دي كانت في الجزيره العربيه، في جنوب الجزيره العربيه عند اليمن. اورسالم. في قصور وخطأ في القراءه الاستشراقيه لخط سير الحملات بتاعت نبوخذ نصر. انا بس هتطرق للموضوع ده وهجري تاني على البشتون على طول. بس ايه اللي حصل في القصور عشان بس نعرف ان الروايه التوراتيه قاصره وان لم تكن مخطئه، خاصه كمان القراءه الاستشراقيه للنص التوراتي، انهم جايين بقراءه استشراقيه توراتيه، عايز يحقق نبوءه. طيب هنا بعد ما فكوا الخط المسماري بيقروا حملات نبوخذ نصر، لقوا ان هو طلع بجيوشه واتجه الى الشرق. وجمله مهمه قوي، وقبائل العرب، حيث احتك بقبائل العرب. فهو كلمه الشرق دي راح مترجمينها المشرق اللي هو الليفانت، والمشرق حسب الرؤيه الاستشراقيه هو الشام. فبالتالي يقول لك بس ده راح المشرق يعني راح الشام، يعني راح فلسطين. هو ما راحش فلسطين، هو اتجه حسب الشرق له هو الى الجزيره العربيه وقبائل العرب واليمن، حيث طريق التجاره القديم. لو احنا اتكلمنا عن السبي البابلي لاورشليم، هتبقى السبي البابلي لاور سالم الموجوده في جنوب جزيره العرب وعلى حدود اليمن. لان هناك يو كان فولو ذا ماني، هتتبع الفلوس، هتروح للاقتصاد. هيضحي ليه بموارد الامبراطوريه وجيوش ليها مصروف عالي ونفقات باهظه عشان يروح يحتل ويفتح بلدان مش هيستفيد منها. البابليه والاشوريه اساسا يعني الشرق المتوسط ده كان تبعهم، هو هيحتلوا تاني ليه؟ ده تبعه. يعني دي حدود الاصليه. فهو الراجل كان بيبص على موارد الاقتصاد الجديده، وخاصه طريق تجاره زي طريق البخور ده ما قدرش يسيبه. فلو احنا يعني قعدنا قراءه التاريخ بتاع حملات السبي البابلي بهذا المنظور، هتلاقي ان الناس اللي هو احتل اراضيهم قبائل العربيه اجمالا. على فكره بني اسرائيل دول كانوا حاجه ضعيفه جدا تعدادا، حاجه قليله جدا، يعني مش حاجه ممكن نقول ان هم شعب، لا دي مدينه صغيره فيها مئات او الاف الناس بس مش اكتر. بس في التوراه كان في يعني في تقليد ان هم يحطوا 3 اصفار زياده. تحريم، يعني ممكن يبقى 750 واحد مثلا طلعوا في موضوع هروب بني اسرائيل من مصر، 750 بس يضيف عليهم 3 اصفار، يبقى ايه 750,000. فلو احنا شئنا هذا التهويل وهذه المبالغه وهذا الافتراء في الاعداد، يبقى هنقول ان معظم اللي راحوا وتهجروا بعد غزوات ملك بابل نبوخذ نصر دول عرب، قبائل عربيه. وقبائل عربيه على فكره التهجير بتاعها كمان مش كان قسري، في ناس كمان استقرت هناك. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على البشتون، دول اجدادهم من قبائل عربيه يمنيه، حتى هم يعني علماء السلالات والانثروبولوجي قالوا ان هم بيرجعوا الى قبيلتين، قبيله القيسيه والقبيله بتاعت العرب العاربه اليمنيه. دول اصول القبائل هناك. طيب هل موضوع السبي البابلي والتهجير بتاع قبائل العربيه في حملات البابليه هل هو السبب الوحيد لوجود قبائل او جاليات عربيه في وسط اسيا؟ لا. ليه؟ لان لو احنا اهملنا طريق التجاره القديم، ما كانش طريق من الابل بس من اليمن الى الشمال حيث مصر وسوريا وكده. كان طريق التجاره القديم طريق البخور كان فيه جزء منه بحري، جزء مهم جدا اللي بيربط بقى سواحل اليمن وعمان وجزيره العرب بالهند، الجزيره الهنديه. فبالتالي الطريق ده هو اللي كان بينقل بقى المنسوجات والحرير التوابل بتيجي من الهند. وبعدين ضيفي على كده اللبان والمر بقى يطلع من الهند،
ومنتجات شرق افريقيا بالجمال تصل بقى الى ايه؟ يا اما الى سوريا، يا اما الى مصر، وبعد كده الى من عبر المتوسط الى اوروبا. حركه التجاره يعني حركه انتقال بين الناس وانتقال افكار. مش يعني الموضوع مش تجاره، مش انتقال بضائع. البضائع بينتقل معاها افكار، ودي اهميه تاريخ التجاره. بيحصل تحضر ومدن ومجتمعات جديده وهجرات بشريه، خاصه ان اليمنيين بقوا شطار في التجاره. ففي لما جزء راح هناك واستقر، احنا بنتكلم على جزء ابتدى يعدي بحر العرب القديم ويوصل الى شبه الجزيره الهنديه، خاصه انك لو طلعتي من سواحل عمان هتوصلي مباشره الى ايران وباكستان. وده طريق اقصر من الطريق البري واقل مشقه. فبالتالي طرق الوصول الى وسط اسيا كانت مفتوحه بالنسبه للقبائل العربيه. واليمنيين لما كانوا بيستقروا في مكان كانوا بيفضلوا على صله بالمصدر بالجذور، فاستقرت جاليه عربيه كبيره في ما يطلق عليه مناطق دلوقتي نفوذ او مناطق استقرار قبائل البشتون الافغانيه. لما نيجي ناخد دلائل كده من الروايه الشفهيه، هرجع للروايه الشفهيه على عربيه هذه القبائل، هنلاقي كذا حكايه هنقف عندهم. اولا هنلاقي ايه؟ يعني تاريخ تواجد البشتون انا وصلت في الحلقه اللي فاتت الى مؤسس اول دوله بتحكم البشتون، يعني اول مره البشتون يحكموا نفسهم، واول واحد من البشتون يعمل وحده جغرافيه وسياسيه ويكون امبراطوريه او مملكه اسمها مملكه البشتون. ده كان في القرن 18، نتكلم في 1750. طب قبل كده يعني ده وكان عربي، كان اسمه احمد شاه دراني، سمى نفسه درة الدرر، اللؤلؤ. فكان عربي الهويه، عربي الاسم، وعربي الثقافه. طيب قبل كده يعني قبل البشتون ما يبقوا الدوله البشتونيه، ما احنا عايزين نرجع برضو ونجيب برضو اصل يعني الروايه الشفهيه بيقولوا ايه. هتلاقي ان هم بتوع علماء التاريخ في المنطقه بتاعت اسيا الوسطى وافغانستان بيقول لك ان هم قبل الدوله البشتونيه يطلق على هذه المنطقه وهذه القبائل الهيفتلايتس. ده الاسم اليوناني الغربي الاستشراقي للقبائل اللي موجوده هناك. ولكن العرب هم كانوا بيطلقوا، يعني العرب كانوا بيطلقوا عليهم ايه؟ بيقولوا عليهم الهياطله. لما تيجي تقفي على الجوار بتاعها، يعني هتلاقي جوارهم في الغرب مثلا الايرانيين، مثلا الصفويين والناس اللي هم اللي كان ليهم تاريخ مثلا مع الزرادشتيه والكلام ده، هتلاقي في تاريخ واضح بالنسبه لهم، تسلسل واضح. هتيجي للشرق مثلا هتلاقي الهند، هتلاقي المغول، هتلاقي في الشمال مثلا الصينيين. لما هتيجي تقفي عند الناس دي هتصابي بحيره شويه، مين هم الهياطله دول؟ يعني علماء التاريخ مش عارفين مصدرهم ايه الهياطله دول، جم منين؟ تواجد مفاجئ، يعني تواجد ديموغرافي مفاجئ، وكأنه من أصول كهجرات من منطقة أخرى. فلقوا إن الهياطلة الاسم اللي أطلق عليهم، إنما هم كانوا بيسموا نفسهم إيه بقى؟ البشتون قبل ما يبقى اسمهم بشتون، وقبل ما كان الناس بتسميهم هياطلة، كانوا بيسموا نفسهم إيه؟ أبو دال أو أبو دالو أو إبو دالو. بس ده تحريف لكلمة عباد الله. أبو دال ده برضو يعني مع اختلاف البرونسيشن والنطق هناك، بدل عباد الله سموهم ابو دال او ابو دالو، وده هم اسمهم عباد الله. فواحد كده على طول اول ما هيسمع الكلمه دي وهو يقول لي تفسير الدكتور اشرف ابو دال عباد الله، طب ليه يعني هتسقط هذا التفسير الاسلامي عليهم؟ لا، ده مش تفسير اسلامي، مش اسقاط اسلامي، لان عبد الله ده نعت ومسمى عربي قبل الاسلام. والله وعبد الله موجود قبل محمد بن عبد الله. عبد الله هو دلالة أنثروبولوجية وميثولوجية على قبائل بتؤمن بمبدأ التوحيد، فهم كانوا عباد الله وبيتبعوا مذهب موحد بغض النظر عن تسمية الإله، واخد بالك ازاي؟ ولكن هم يؤمنوا بالتوحيد. فدول الأبو دالو اللي هم بيسموهم الهيفتلايتس اليونانيين المؤرخين. ولكن احنا كعرب وناس ولاد الثقافه دي عارفين ان ابو دالو هم عباد الله. طب انا كده عندي قبائل عربيه هجرت لاسباب عسكريه وسياسيه وتجاريه في المقام الاول، بحريا وبريا، واستقروا هناك وليهم اصول عربيه ويمنيه، ويقال عليهم عباد الله وليهم توجه توحيدي. طيب المنطقه دي كلها كانت بتدين بالبوذيه. يجي في القرن الخامس والرابع قبل ظهور الإسلام، يجي مؤرخين ونساك من النساك البوذيين
ويزوروا المنطقه عشان يكتبوا يعني يأرخوا ليها. وملاحظاتهم عن هذه المنطقه في القرن الرابع والخامس وصلت لنا كتابات عن طريق يعني كهنه بوذيين. يخش الراجل البوذي او الكاهن البوذي على المنطقه، الراجل استغرب جدا. ليه؟ لان لا عاداتهم مختلفه عن العادات بتاعت المنطقه بتاعت الهيفتلايتس، ولا الناس اللي هم الابودالو دول، اللي هم الهياطله اللي بنقول عليهم عباد الله. كانوا ايه يعني مختلفين في ايه؟ اولا كانوا بيهدوا اي معابد بوذيه، ما عندهمش توجه بوذي، وده شيء غريب، يبقى ليهم ثقافه مختلفه. نمره 2 بيؤمنوا بتعدد الزوجات، وده شيء مش متبع هناك، ده عربي، دي ثقافه عربيه. نمره 3 بيؤمنوا باله غير اله المنطقه، وليهم بقى حاجات ثقافيه كده غريبه، الختان، يقتلوا الحيوانات وياكلوها، الكلام ده كله مش عندهم. لما نيجي برضو نتتبع الروايه الشفهيه ونشوف الاب الاسطوري او الميثولوجي بتاع البشتون في الروايات عندنا، مثلا لما الروايات العربيه بتلاقي ابو زيد الهلالي، الزناتي خليفه، عنتره بن شداد، يعني في كده روايات اسطوريه قديمه، واخد بالك ازاي؟ يعني لما ترجعي بقى للروايات الاسطوريه بتاعتهم هتلاقي ان لهم جد اسطوري. قبائل البشتون ليها جد اسطوري وليه روايات. من المفترض لو الناس دي ليها ثقافه تمت بصله الى وسط اسيا وخراسان القديمه، كان يبقى الاب الاسطوري دوت مثلا له اسم بوذي، له اسم صيني، له اسم فارسي، له اسم مثلا بوذي او هندي. انا من المفترض او من المتوقع ان انا الاقي دوت، بس واقع الحال ان الاب الاسطوري عندهم له اسم عربي، اسمه قيس ابن عبد الرشيد. الله، قبائل افغانيه وقاعده مزنوقه بين هنود وصينيين وبوذيين وناس من فارس، الزرادشتي اللي هم اتباع الديانه الزرادشتيه، هم يعني مش عارفين ينتموا لاي ثقافه من الثقافات دي، والاب الاسطوري بتاعهم يبقى اسمه قيس بن عبد الرشيد. طب ايه حكايته قيس بن عبد الرشيد ده؟ تيجي تبصي هتلاقي حكايات طريفه جدا. يقول لك ان الراجل ده يعني كان من منطقه اسمها البلخ، يعني شمال افغانستان. البلخ وحيرات دي منطقتين مهمين جدا، هنرجع لهم تاني في الروايه بتاعت ابو مسلم الخراساني. الراجل ده كان من بلخ، منطقه مهمه جدا او بلد مهمه جدا في افغانستان. يقال ان هو ده الجد الاسطوري بتاعه. بعد دخول الاسلام واقتناعه وتبنيه للديانه الجديده دي، راح الجزيره العربيه، راح يحج. وقابل مين؟ قابل سيدنا محمد. وسيدنا محمد هو اللي اداله لقب ابن الرشيد. خلي بالك ان الخلافه ساعتها كان اسمها الخلافه الراشديه. ابن الرشيد ده لقب مهم سياسيا يعني. ورجع تاني بعد مباركه من النبي. طب ايه اللي خلاه يروح للنبي؟ يقال انه خالد بن الوليد، لان خالد بن الوليد بجيوشه وهي فتحت هناك. ويقال ان ابن خالد بن الوليد تزوج من بنات هناك. يعني خالد بن الوليد احتراما لهذا الجد الاسطوري قال له انت لازم تروح تشوف سيدنا محمد وتحج بالمره. راح، والراجل يعني كان الرحله دي رحله غيرت حياته، لان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني رحب بيه وتوسم فيه يعني اخلاص وايمان، واداله اللقب ابن رشيد. طبعا دي روايه اسطوريه، انا شايفها انها روايه اسطوريه، انما يا جماعه الروايه الاسطوريه بتعكس ثقافه، بتعكس توجه. ماشي الروايه انا ما بقولكش صدقها، بس انا عايز اقول لك افهم احنا كدارسين بنعمل ايه. الروايه دي لا تصدر الا من جاليه عربيه، لا تصدر الا من جاليه عربيه. مش كل واحد دخل الاسلام الف حكايه زي دي، لا.